هاتي كوباية من العسل وبضاية وهتعملي احلى حلو للولاد. يلا بينا، حطي البيض على العسل ونعمل احلى حلو. هنعمل مع بعض الكوكيز هنعملها بطريقة سهلة جدا وخطيرة وكمان طعمها حلو قوي. يلا بينا نخش على الطريقة. بعد ما ضفنا البيض على العسل هنزل بشوية من الفانيليا كده عشان طبعا البيض، واقلبهم مع بعض كويس. قلب 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 كده. يلا كده خلاص قلبنا. يلا بقى ننزل عندنا بنص كوباية من السمنة، ولو مش متوفر عندك سمنة تنزل نص كوباية من الزبدة. مش متوفر زبدة تنزل نص كوباية من الزيت، يعني اي حاجة ومشي نفسك على طول كده. بعد كده معانا 3 كوبايات من الدقيق. 3 كوبايات من الدقيق هنخلهم كويس. قولي بقى، بتنخلي الدقيق كده ولا بتنخليه كده كده اللي هو بتبهدلي الدنيا؟ بعد كده نزلت بقى بنص معلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة ملح بسيطة وبس كده. هنقلب بقى المكونات كده كلها مع بعض. قلبنا كله بالسباتولا كده، ما استخدمناش ولا ما عملناش ايدينا في العجين ولا اي حاجة خالص. كله بالمعلقة، ما مديناش ايدينا في العجين ولا نستخدم بقى مضرب ولا اي حاجة. قلبي بقى كده كويس لغايه ما تلاقي القوام معاكي تمام ومظبوط. انا حطيت كمان معلقه دقيق، يبقى 3 كوبايات ومعلقه. بعد كده ضفت عليهم نص كوبايه من الشوكليت شيبس، وكده العجينه بقت جاهزه معايا. بصوا حلوه خالص وطريه وجميله. مش عايزه العجينه تبقى قاسيه، يعني عايزاها تبقى طريه كده وحلوه زي الملبن كده في ايديكي. بعد كده بقى طريقه التشكيل كورتها ضغطت عليها كده زي ما انتوا شايفين. انا عايزاها تبقى اشكال كده عشوائيه كده، زي الكوكيزايه كده اللي بتشوفها في الكافيه كده، بتبقى شكلها حلو كده. وحطيت كده كام واحد شوكليت شيبس تاني من فوق عشان يدينا شكل حلو برضو وتست عالي. بس كده هعمل بقى كام واحده معاكم بنفس الطريقه. هنا كورتها وبرضو ضغطتها بنفس الشكل. احنا عايزين اشكال عشوائيه كده شكلها حلو كده، بتدي تست حلو وشكل حلو. حطيت برضو كام واحدة شوكليت شيبس ونخلص كل الكمية بنفس الطريقة ونوريكم الشكل في الاخر. بعد ما اخلص الكمية كلها هسيبها بقى في التلاجة نص ساعة. ودي خطوة مهمة، لازم تسيبها ترتاح في التلاجة نص ساعة. وبعد كده ندخلها الفرن على درجة حرارة 170 10 دقايق، وهتلاقي الكوكيز جاهزة معاكي. نسيبها تبرد خالص وبعد كده نطلعها بقى كده ونقدمها. بصوا بقى شكل الكوكيز عاملة ازاي. مش بسكوت عادية، لا، شكلها كده مختلف وشكلها حلو وواخدة تجزيعة كده حلوة. شكلها خطير، وعايزة اقولك ريحتها تحفة. ولو الاولاد ما بيحبوش العسل هياكلوها وهيحبوها جدا. ودي كانت طريقة الكوكيز، طريقتها سهلة وجميلة وكمان طعمها تحفة خطيرة. جربوها. بصوا بقى، حبة الكوكيز شكلها خطير وريحتها تحفة وطعمها اجمل. جربوها. عملنا كوكيز سريعة وسهلة وكمان مكوناتها بسيطة من قلب البيت، وكمان مغذية وحلوة وطعمها خطير. جربوها وما تنسوش بقى تقولي الطريقة عجبتكم ولا لأ. وما تنسوش بقى تسيبوا الفيديو عشان تعملوا الطريقة وتبعتولي. باي باي.